في قصص أول ما تسمع عنها بتتمنى لو ودنك ما التقطتش ولا كلمة. قصص مش مجرد رعب، دي لعنة مدفونة في الأرض، وأصحابها لحد النهاردة بيصحوا مفزوعين من كوابيسها. واللي هحكيه دلوقتي مش أسطورة ولا خيال، دي حكاية حقيقية عاشها عمر من يوم ما كان طفل بريء لحد ما كبر وبقى شاب. وكل مرة يرجع القرية، كل ما يعدي جنب الغيط الكابوس بيصحى تاني وبيشوفهم واقفين قدامه كأنهم مستنينه. كنت صغير لسه مخلص امتحانات آخر السنة، وأول ما قالت لي أمي إننا هنروح لجدي في القرية فرحت فرحة مش طبيعية. كل طفل كان بيحب أيام الأجازة عند الجد والجدة، الألعاب البسيطة، الطبيعة، الحرية. بس بيت جدي ما كانش زي أي بيت، كان بعيد عن باقي البيوت وسط الغيطان، حواليه زراعات الذرة والقصب. والليل هناك مختلف، ليل ساكن هادي زيادة عن اللزوم، هدوء يخليك تسمع دقات قلبك وتخاف من نفسك قبل ما تخاف من أي حاجة تانية. عدى أول يومين كويسين، لعب، أكل بيت جدتي، قاعدة مع جدي. بس الأطفال ملولين، وبدأت أحس إن الأيام شبه بعضها، لحد ما لاحظت حاجة عن جدي. كان دايما يختفي قبل الفجر حتى ما يأذن، كان بيمشي في سكة الغيط، كان بيروح يسقي الأرض. ساعتها بدأ الفضول ياكلني. مرة بكل براءة طلبت من أمي أروح مع جدي، صرخت في وشي اوعى تفكر، مش هتروح معاه أبدا. لكن ردة فعلها ما كانتش طبيعية، ما كانش رفض أم لابنها، كان رفض مليان خوف، خوف كأنها عارفة سر وساكتة. من اللحظة دي الفكرة سكنت في دماغي، ليه ممنوع أروح مع جدي؟ هو بيعمل إيه بالليل؟ وليه مجرد التفكير في الموضوع بيخلي أمي ترتعش كده؟ وفي ليلة صممت، البيت كله نام وأنا فضلت صاحي. كل دقيقة بتعدي كانت بتزود توتري، لحد ما سمعت صوت باب البيت يتفتح. جدي خارج. قمت من سريري بهدوء ولبست بسرعة وخرجت وراه. كنت خايف أمي تصحى وتكشفني، لكن الفضول كان أقوى من الخوف. لما شافني جدي اتفاجئ، قال لي يا ابني ما تجيش، أمك هتزعل منك وتضربك. لكن إصراري وعياطي خلاه يستسلم. اداني كشاف قديم وقال بس اسمع الكلام، ما تعملش صوت، ولما أقولك استنى تستنى وما تتحركش من مكانك. سامع؟ أنا مش ناقص. ساعتها حسيت إن جدي نفسه خايف من حاجة معينة غير مفهومة. وخرجنا للغيط. أول ما دخلنا الغيط الدنيا اتغيرت، الهوا كان بارد بطريقة غريبة مع إننا في عز الصيف. الذرة كان عالي أطول مني بكتير، وكأننا دخلنا جدار أخضر مقفول حوالينا. صوت الحشرات والضفادع كان بيخبط في وداني كأنه موسيقى مرعبة متعمدة. مشينا شوية حلوين وبعدها جدي وقف وقال استنى هنا، هروح أشغل المية وارجع، اوعى تتحرك مهما حصل. فضلت واقف والكشاف بينور جزء صغير قدامي والباقي ظلام، وكان نور كشاف جدي بيبعد وبيحل مكانه الظلام الدامس، لحد المكان ما بقى كحل خالص، مفيش غير نور القمر ومنعكس على عيدان الذرة. بس الفضول كان أقوى. قلت لنفسي هتمشي خطوتين بس وهترجع مكانك، مش هيحصل حاجة. لكن من أول خطوة الليلة بدأت تبين وجهها الحقيقي. سمعت صوت زي حركة في ورق الذرة. في الأول افتكرته هوا، لكن الصوت بقى أوضح، خطوات ماشية ناحيتي. لما شفت خيال بيقرب اطمنت، ده جدي. قلت ايه ده؟ هو لحق يجي؟ أنا أعرف إن الترومبة بعيدة شوية، لحق جه ازاي بسرعة وأنا مش سامع صوت الترومبة شغالة؟ لكن كان في حاجة غلط. الكشاف اللي معاه كان شغال، بس هو جاي من غير نور. لما قرب مسك ايدي
إيده كانت باردة لدرجة إنها شبه التلج، وصوابعه طويلة بشكل مش طبيعي. أنا طفل مركزتش غير إني مع جدي خلاص، لكن الغريب إنه طول جسمه باين أكبر، ومع كل خطوة صوته كان بيتغير أغلظ وأغرب، وقال لي تعالى معايا هنروح مشوار قريب نصلح الطرمبة مع بعض. قلت له طب نور الكشاف. قال لي الكشاف اتحرق. أنا حافظ الطريق، بس في حاجة لفتت نظري. صوته كان غليظ قوي، وتحس إن الحروف بتتكرر زي ما يكون تردد الصوت. بعد كام دقيقة ماشيين في الظلام سمعت صوت بعيد جاي من آخر الغيط، صوت مألوف بيصرخ ياض ياض يا عمر سيب ايده اوعى تمشي معاه. قلبي واقع، ده صوت جدي، لكن ازاي وانا ماسك ايد جدي جنبي؟ اللي ماسكني بدأ يزعق هستيريا، صوته ما بقاش صوت بني آدم، كان خليط بين زئير حيوان وأنين غريب. ايده مسكتني زي الكلبشات، حاولت اسيبها لكن كان مستحيل. ولما رفعت وشي شفت الحقيقة، وشه مش وش جدي، وش مشوه متقطع كل حتة في غير مكانها، لحم باين، عينين حمرا بتولع، شعر اسود متشعبط في الهوا زي شعر اسد. كل ما ببصله جسمه بيطول لحد ما بقى اطول من اي انسان، وابتدى يطلع صوت غريب، أنين مكتوم كأنه روح معذبة. واللي أنقذني كان نور كشاف جاي من بعيد، الكشاف الحقيقي واللي شايله جدي. ساعتها اللي ماسكني صرخ صرخة زلزلت الأرض وساب إيدي فجأة. لما بصيت ورايا اختفى وسط الذرة. جدي جري عليا حضني وقال انت بخير أنا معاك. بس بعدها وشه اتغير وصوته بقى واطي، وقال لي اللي شفته مش أنا، ده قريني أو شبح أخويا التوأم، الله أعلم. أخويا اتقتل هنا من سنين على إيد حرامية، بس اوعى تقول لي لأمك. بعدها بشهور جدي توفى بجلطة في المخ، والسر مات معاه. أمي طول عمرها كانت عارفة إنه له أخ توأم تقريبا، محدش في العيلة كان يعرف إنه اتقتل لسبب مجهول، بس قالت إنه مات طبيعي. ما قالتش حاجة عن الغيط ولا إنه اتقتل ولا عن القرين. دلوقتي عندي 26 سنة، وكل ما ارجع القرية وقف في نفس الغيط بشوفهم، جدي وتوأمه واقفين بيبصولي، وأنا اتعودت. بس الحقيقة إنك عمرك ما تتعود على إنك تشوف أشباح حقيقية قدامك. ويمكن الليلة دي كلها كانت مجرد وهم طفل صغير، ويمكن لأ، يمكن كان في سر أعمق مدفون وسط الغيط، سر محدش هيعرفه غيري أنا. بس لحد النهاردة كل ما أبص للغيط من بعيد بحس إن في عيون لسه بتراقبني، والسؤال اللي عمري ما لقيت له إجابة هو: هل القرين اختفى فعلا ولا لسه مستنيني؟ لو عجبتكم القصة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واكتبولي في الكومنتات هل حصل لكم مواقف غريبة زي دي في حياتكم؟ أشوفكوا في قصة جديدة مرعبة.